عادة ما تكون وسائل الإعلام الرسمية والحسابات الموثقة للمؤسسات الحكومية الوسيلة التي تعلن بها الجزائر عن مواقفها من جميع القضايا. وأحيانا كما في معظم الدول تكون هناك مواقع إلكترونية، محطات تلفزيونية مرخصة من قبل الدولة تصدر تقارير وتحليلات وتحصل على معلومات حصرية أحيانا من مسؤولين حكوميين. النهار على سبيل المثال هي مجموعة إعلامية جزائرية غير حكومية نشرت مساء أمس على بعض منصاتها هذا الخبر. تقول إن الجزائر أمهلت سفير الإمارات 48 ساعة لمغادرة البلاد، والسبب الذي ذكره الموقع الإلكتروني هو القبض على جواسيس إماراتيين يعملون لصالح الموساد. ثم نقلت أسف الخارجية الجزائرية لما حدث. ظل هذا الخبر لسويعات وتم تداوله على المنصات ومنصات التواصل الاجتماعي إلى أن ظهرت الخارجية ببيان. كذبت الخارجية هذا التقرير الذي صدر عن مجموعة النهار وتقول ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام أخبار مزيفة وكاذبة. ونؤكد على متانة العلاقات الجزائرية الإماراتية القائمة بين البلدين والشعبين ونحرص على تنميتها. تزامنا مع هذا البيان مع بيان الخارجية الجزائرية حذفت النهار الخبر من كل منصاتها، ثم ظهر خبر جديد. الخبر جاء من رئاسة الجمهورية لأن وزير الاتصال محمد بو سليماني تمت إقالته من دون تبرير للقرار، والقرار من أعلى سلطة في البلاد رئاسة الجمهورية، ولم يصدر عنها أي تعليق حول الموضوع. كيف كانت آراء المعلقين لن يتسنى لي الوقت لأخذ الكثير منها. عواطف تقول وتتسارع الأحداث بعد سحب النهار لمنشورها. طلب الجزائر سفير الإمارات مغادرة التراب الوطني، تصدر رئاسة الجمهورية إنهاء مهام وزير الاتصال. هل الحدثين أو هل الحدثان لهما صلة ببعضهما أم هي مجرد مصادفة صدفة؟ تغريدة أخرى من عبد الرؤوف بساعي يقول لك المشكل من أخرج الإشاعة بما ما يسمى الصحافة الجزائرية هي من أذاعت الخبر. فهمونا. قلت لكم إن قناة النهار كانت قد حذفت الخبر، خبر طرد السفير الإماراتي، لكنها بعد حذفها للخبر نشرت خبر إقالة وزير الاتصال فور صدور القرار عن الرئاسة الجزائرية.